كابتن هسألك سؤال. اتفضل. احنا قلنا الكوره فلوس. طيب انا بنافس مين؟ النادي الاهلي اكيد طبعا. طيب الاهلي مثلا في الرعايه بياخد مليار 600 مليون والزمالك بياخد في 4 سنين والزمالك بياخد 400 مليون. ازاي انا انافس نادي بياخد 3 اضعافي او 4 اضعافي وابقى مطالب ان انا نفسه واخد منه البطولات؟ نسبه نادي الزمالك هي 400 مليون تزيد، يعني تبقى اعلى من كده، بس تبقى 600 700 او 800. لكن النادي الاهلي دايما انت لما بتيجي بتقيم من الكلام ده، انا بتكلم كلام منطقي، ما حدش يقول مثلا كابتن حماده بيتكلم كده. دي دايما لما بتيجي مثلا بتقيم، انت بتقيم الاول والثاني صح في عدد البطولات. النادي الاهلي بطولاته اكتر محليا وافريقيا، فالطبيعي ان هو ياخد نسبه رعايه اكتر منك، بس ما يبقاش نسبه الزمالك قليله كده. تبقى نسبه الزمالك، لا افهمني بس. لا انت مش فاهمني. لا انا فاهم. انا مش بتكلم، لا انا مش انا مش بتكلم على مين خد ايه ومين خد ايه. انا بكلمك ومين يستحق ايه ومين ما يستحقش ايه. ده مش واحد بياخد قد 4 مرات ماشي، فالطبيعي ان انا كل 4 سنين اخد بطوله وهو ياخد، وهو الطبيعي انه ياخد البطولات. انا لما يكون كابتن معايا 100 مليون واللي بينافسني معاه 10 مليون ومطالب ان انا اجيب لعيبه واجانب وما اعرفش وانافس على كل البطولات، الموضوع مش سهل يا كابتن. ماشي، مش سهل. الفلوس كده بقت كل المفروض نسبه الزمالك تزيد كتاني، فاهم ازاي؟ لكن انت لما بتدي مثلا الاول بتدي الاول النسبه العاليه عشان هو الاول. انت لو كنت في الوضع النادي الاهلي كنت هتاخد هذا المبلغ، وكان النادي الاهلي هياخد برضه نفس المبلغ. كابتن انا بقى لي سنتين الاول، انا بقى لي سنتين ورا بعض الاول ماشي. والرعايه بتاعتي هو 4 اضعاف. انا بقى لي سنتين انا بقول لك لازم الرعايه تزيد، يعني لازم. طب ما الاهلي بقى له سنين الاول برضه، خلينا نتكلم يعني ايه بالمنطق. يبقى لازم دي امور تسويقيه مع الشركه الراعيه لازم نتكلم فيها. لازم لا المبلغ ده قليل، المبلغ طيب ده مش ازاي بقى انافس؟ انا خلاص سيبك بقى، ده يستحق وده يستحق كده تمام. ازاي انت بقى بتطالبني ان انا بقى ابقى اخد كل البطولات من الاهلي وهو بياخد 4 اضعافي؟ ازاي؟ ما انت لازم تنافس بقى، ما انت بطل، ما انت نادي الزمالك بطل. ايوه يا كابتن، ما الكوره فلوس. بص يا خالد، بص، الكوره فلوس يا كابتن. 500 مليون او نادي معاه 500 او 600 مليون بس العين ويتصرف احسن من نادي معاه مليار. صح. العين اللي هتنتقي اللعيبه ازاي؟ موافقك. هجيب عدد معين من اللعيبه، مش هجيب لعيبه كتيره، هجيب المراكز اللي انا محتاجها، هعمل عقود قريبه من بعض اللعيبه، ممكن يبقى فيه تميز لواحد وكده. وده الادارات اللي احنا عايزينها ان شاء الله تبقى موجوده، اللي انت جاي عارف ان عندك مشاكل، عارف ان الزمالك عنده مشاكل ماديه، هتنجح مجلس اداره. ما تجيش تقول لي والله ايه اصل انا فوجئت ان المشاكل كتير. لا، انت عارف ان في مشاكل، ما تجيش انت عارف ان في مشاكل، ما تجيش تقول لي اصل انا هعمل ايه. لا، امال انت نازل ليه؟ يعني حته اللي انا حته عبده مشتاق دي ما بحبهاش. التنافس موجود، يكسب الزمالك، يكسب الاهلي، يكسب بيراميدز، لكن دايما العدل موجود. ده اهم حاجه، عدل بقى في التحكيم. عدل مثلا شايف ده موجود؟ ايه موجود في بعض، في حكام كويسه فاهم ازاي، وفي حكام برضك ما تعرفش هي بتبقى ده مستواها، هي ضعيفه. في برضك حكام بتحس ممكن تميل للنادي ده شويه، تميل للنادي ده شويه، وده غلط. عمرك ما هتتقدم. عايز نظام. ما تقوليش بعد كده مين كسب. اللي هيكسب هيكون هو احق بالمكسب، لكن عايز نظام، عايز تغيير في اللوائح شويه، عايز تغيير في التنافس. حتى التنافس حتى مثلا مرتبط باجنده مثلا زي الاهلي مثلا السنه اللي فاتت، فبتاجل له 8 ماتشات فكل الفرق تخلص والنادي الاهلي فاضل له ايه؟ 4 ماتشات. ده بيموت التنافس. ليه؟ لان التنافس ماتش بماتش. فاهم قصدي يا كابتن؟ بيراميدز والاهلي بينافسوا بعض، لو بيراميدز والاهلي لعبوا الاسبوع ده بتاعهم مع بعض. لما التأجيلات دي، لان برضك مثلا سواء للزمالك او للاهلي اللي انت بتمثل برضك بلدك في بطوله افريقيا، فلازم ياجل لك، لان في الاخر مثلا هيقولوا مثلا نادي الزمالك بطل افريقيا، نادي الاهلي بطل افريقيا، فلازم يبقى في تاجيلات يا خالد. يا كابتن تاجيلات بالثمانيه لازم يبقى في تاجيل. والهلال نفس القصه. ده الفكر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ان عايزين يبقى في لوائح ويبقى في عداله وكده، وتمشي النظام على كل الفرق، لكن مش هتقارن نفسك هنا بريال مدريد. لا يا كابتن نقارن ليه؟ مش ده نظام. هو انت قد مستوى ريال مدريد؟ انت بتخاف؟ وانت عندك نظام؟ هو هناك ما بيخافوش من ريال مدريد؟ مين اللي بيخاف؟ يعني هو هناك الاتحاد الكوره بتاع اسبانيا ما بيخافوش من ريال مدريد؟ لا، ما فيش حاجه اسمها خوف، في نظام. احترامي لحضرتك، لا هو خوف. مين اللي بيخاف؟ حضرتك ايه اللي بيخلي النظام مش ماشي؟ واحده خوف من ايه؟ من اهو الجماهيريه بتاع انا عايز اجل هاجل. لا. لا. طب ايه النظام ما بيمشيش ليه في مصر؟
عشان الناس مش منظمه. يعني ايه مش منظمه؟ لو انا عندي ماتش لازم ما اجلوش واجله ليه؟ نظم من البدايه. انت عارف مثلا دور ال 16 في بطوله افريقيا، لو مثلا الزمالك وصل ولا الاهلي وصل هيبقى فيه ايقاف. مثلا دور الثمانيه دوري المجموعات بيحصل. تبقى خريطه واضحه من البدايه. لا، ما اتحدى ان في خريطه في اتحاد الكره واضحه من اول موسم لاخر الموسم. انت بتخلص الدوري شهر كام؟ انت بتخلص الدوري شهر كام؟ انت بتخلص الدوري شهر 8 وشهر كام؟ اخر 8. هو مش في ماتشات بتتحدد وبتتاجل برضه؟ يعني ايه؟ يعني مش في ماتشات بتتحدد يوم 25 فبراير في ماتش ما اعرفش ايه وبيتاجل برضه؟ يتاجل. طب ليه؟ اسال اتحاد الكره. ما هو ده اللي انا بقوله لك. طيب ما تسال اتحاد الكره. هو تاثير الخوف يا كابتن، اتحاد الكره مش قوي ليه؟ المفروض. وده اللي انا بقوله ان نظام المسابقه، التنافس العادل يا كابتن، مسابقه العب على 17 ماتش على ارضي، 17 ماتش بره ارضي يا كابتن. ده السنه الجايه يا كابتن، السنه الجايه 6 فرق هيلعبوا في استاد القاهره رايح جاي. لا انت متخيل يا كابتن ان مأجرين ملعب واحد؟ يعني انت متخيل مثلا، هقول لك مثلا ليفربول والارسنال وتشيلسي وواتفورد ومانشستر هيلعبوا في ملعب واحد؟ لا طبعا مش. ما ده اللي كنا بنتكلم فيه في البدايه. طول ما هيبقى عندك نظام من البدايه يبقى لازم للنهايه، ويبقى عندك عدل. ده اللي احنا عايزينه عشان يبقى في كره قدم كويسه نفتخر بيها، اللي احنا بنلعب كره قدم في مصر. نبقى عاملين كده زي المغرب وخدت المركز الرابع في كاس العالم. نبقى انا دلوقتي بروح اتفرج على الدوري السعودي، صح ولا لا؟ انت الحاجات دي هي اللي بتشدك. تحكيم كويس بالظبط كده، جماهير، لعيبه على اعلى مستوى، مفيش مشاكل، مفيش خناقات في الملعب بين لعيبه او اجهزه فنيه. احنا عايزين كده، بس هناخد وقت عشان توصل لكده. بس عايزين نحط ايه؟ البدايه، الستارت. كابتن هيفضل طول الوقت في الكوره في خناقات وفي خروج عن النص. ما في الخناقات ليه؟ بصراحه انا اول مره اسمع. نطلع الفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن حماده عبد اللطيف.